تجار دماء اهل السنه، لكن موجودين مصالحهم الشخصيه تتغلب على المصلحه الوطنيه. موجودين في العمليه السياسيه، لديهم صلات مع الحكومه. انا اقول لك شلون فازوا بالفتره الماضيه. صحيح. فازوا بسبب خطاباتهم الطائفيه. عندما يسوون مؤتمرات بعيده عن الاعلام ويجمعون الناس يحشون الشارده والوارده. والله والناس تدري، ناس على نياتها فقره ما تعرف شكو ماكو ولا طابين بغداد ولا يدرون الحكومه شلون قايله. منها الشارده والوارده هاي الازمات. يعني ماذا تقصد بالشارده والوارده يعني؟ يحشون بالطائفيه، بالمظلوميه، بالمدري ايش، من هالسوالف هاي المسحه حقيقيتهم بعد ما تعبر على حد. خلي نقول غير درب. لم يكن السنه مظلومين خلال فتره ما بعد 2003؟ لا ما مظلومين السنه، شنو ظالمهم؟ ليش انظلموا؟ يعني اقصد بالموازنه ما انظلموا، كل محافظه اخذت حصتها، وبالمناسبه الانبار اخذت حصتها مضاعف يمكن لمده دورتين. لا هم يتحدثون مثلا في انجازات على الارض الاعماريه بالانبار اكثر مما موجود ببغداد والمحافظات الجنوبيه. في استثاث البعث مثلا شمل الكثير من الضباط شوف البعثيه خبرتهم صبيحه ذياب هاي المطربه. وين ما قعدت تغني حزب البعث فاز على ضميره خان. وبنظرهم البعثيه المو وياهم هو خائن. وهي اكبر غلطه. هاي شغلهم ترى الله وكيلك. خائن ما يعرفون غير كلمه خائن، ما يشيكون بان لكل زمان دوله. الرجال هاي ما عندهم النظريه، عنده هو الله خالقه وبس، لازم ما خالق غيره. طيب البعث انتهى لا يزال موجود؟ البعث هو المجالس العسكريه في الانبار وصلاح الدين، والدليل على ذلك من هاجمونا البعث وعينوا محافظين من قيادات البعث، لكن صمودنا بالرمادي تحديدا هو اللي اسقط مشروعهم، لانه كان عندهم مشروع مده 20 يوم. بال20 يوم متفقين هم ويا داعش، بال20 يوم اذا ما اسقطوا بغداد وسقطوا الحكومه وشكلوا المجلس العسكري مالهم اللي هو يدير البلد مؤقت لحين على اساس يلقوا لهم فيلم اخر، شوف باب تخميد يجيبونه ينصبونه. فما سقط مشروعهم بهاي الفتره واستعانوا بداعش.